ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جايلكم بفيديو جديد، عايزاكم بقى تحطوا لي لايك للفيديو ده، ولو لسه اول مره بتشوفوني مش مشتركين معايا في القناه تنوروني بالاشتراك من علامه الاشتراك اللي تحت باللون الاحمر عشان يوصل لكم مني كل جديد وتشوفوني على طول. طبعا بقى عايزه اقول لكم الشقه عندي تضرب تقلب تضرب تقلب بجد. قلت بقى ايه، لازم اتحرك. بقالي 3 ايام من ساعه ما صورت لكم الفيديو الاخير من بعد العيد. خالد وريان الاتنين تعبانين في نفس الوقت، فعايزه اقول لكم بقى مش ملاحقه، فما جيتش جنب الشقه بتاع 3 ايام او 4 ايام، ما جيتش جنب الشقه فبقت زريبه زريبه ناقصها جاموسه كده وتبقى بصوا زريبه رسمي بجد. اتحركت بقى، قلت بقى لازم، لا لازم بقى بجد النهارده اتحرك واخلص كل اللي ورايا. خلاص الشقة خلاص تضرب تقلب بجد، مش مستحملة. وانا الصراحة اعصابي بتتعب بجد لما بلاقي الشقة ان هي مش نظيفة ومش كويسة. نفسيتي كده بحسها ان هي يعني ما ببقاش مرتاحة. طبعا اول حاجة ابتديتها زي ما انتم شفتوا كده، شلت الكسوة بتاعت الركنة لان هي كانت محتاجة ان هي تتغسل، فقلت بقى اغسلها كده. وشلت الشلت بتاعت الركنة وقعدت كده انفض من تحتها، لان احنا قعدتنا كلها في الأوضة دي، فبحكم ان احنا قاعدين فيها بناكل فيها وبنشرب فيها، الشلت بيبقى عليها بقى حاجات، والكسوة طبيعي ان هي تتبهدل. وتحت الشلت بقى بيبقى فيه كده زي ما انتم شفتوا كده تراب، فلا كان لازم ان هي تتنفض، فنفضتها كده كويس ورجعت الشلت مكانها وخدت الكسوة. ورحت قلت بقى ايه، على ما اكنس الأوضة كده واوضب الأوضة تكون الغسالة اتملت، احط بقى ايه الكسوة فيها. حطيت كده الشلت كده بشكل عشوائي، انا اهم حاجة عندي ان انا انضف واخلص بصوا بسرعة بسرعة. المهم بقى ايه، شلت الشلت كده، بقيت اشيل كده زي ما انتم شايفين وانفض كده من تحتها، اشيل وانفض كده من تحت الشلتة. المهم الحمد لله خلصت وانجزت نفسي زي ما انتم شايفين، وبقيت احط كده ايه كل حاجه كده في مكانها. عايزه اقول لكم بقى النهارده كمان كنت عامله على الغدا، كان نفسي ان انا اصور لكم بجد، كنت عامله النهارده لحمه راس على الغدا تحفه، زبده كده تدوب في البق والله. كان نفسي اوريكم الطريقه، لان انا عايزه اقول لكم اول مره اعملها في البيت عندي، يعني انا على طول باكلها عند ماما. ماما شاطره جدا بجد لما بتعملها، واخدت منها الطريقه. بس والله كنت جايه اصور لكم النور قطع، وطبعا النور بيقطع ساعتين، فقلت لا يعني مش هستنى، وما عرفتش اصور لكم لان انا الاضاءه عندي في المطبخ مش احسن حاجه. فقلت يلا بقى مش مهم، متعوضه. بصوا بقى طبعا، بحب ان انا اشيل كده السجاده اتنيها، واخد من تحت الركنه كده والمهم من الجنب ده ومن الجنب ده. اخدت بقى كده بقيت اخد كده والم، وشلت المروحه. طبعا الوقت دوت بقى النهارده معرفش كان في نوع حر ولا ايه، حاجه كده غريبه النهارده في الجو، حر بطريقه مش طبيعيه، الجو بجد فرن. فابتدينا بقى ان احنا نرجع تاني نشغل المروحه، لان انا ما عنديش تكييف في اوضه المعيشه. المهم بقيت اخد كده بقى التراب اللي انا طلعته كده من تحت الركنه، وانتوا هتشوفوا بقى كميه تراب طالعه كاني ما مدتش ايدي في البيت من سنه. هتتفاجئوا من كميه التراب بجد اللي هتشوفوها. ده كده طالع من الاوضه كده، ده كده اللي طالع من تحت الركنه، بس انا لسه بقى ايه، ما كنستش ولا عملت اي حاجه. طبعا تقولوا لي يا ام خالد التراب ده بيجي منين؟ هقول لكم ما اعرفش، يعني محدش يسالني في الموضوع ده. المهم انا كده كنست التراب اللي طلع ده كله كان من تحت الركنه. خدت بقى الكفر بتاع السجاده، الكفر ده على فكره كذا حد سالني عليه. انا بقى يا جماعه بطلبه اونلاين، يعني مش بشتريه من محل، بطلبه عادي من صفحه كده على على الفيس. بشتري يعني في صفحات بتعمله. كنت عايزه اقول لكم على فكره، ولا بيزحلق ولا اي حاجه، بالعكس حميلي السجاده جدا. طبعا السجاده دي انا عايزه اقول لكم عشان فاتحه، وزي ما قلت لكم احنا قعدتنا في الاوضه على طول باستمراريه، فطبعا لو شلت الكفر هتتبهدل، هتتبهدل بمعنى كلمه هتتبهدل، فما بقدرش ان انا استغنى عنها بجد الكفر دوت. المهم بقى عندي غسيل، بس قلت بقى ايه انضف الاول الشقه، وممكن ماما بقى تبقى ايه تنضفه يعني تطبقهولي. آم، العجله بقى بتاعت ريان دي اتكسرت مني، فمش عارفه هتتصلح ولا لا. الراجل قال لي بينزليها لي، فهنزلها له، بس قلت بقى ايه اخلص الاول اللي ورايا وانزل له بيها، يا تتصلح يا ما تتصلحش. خالد ركبها اتكسرت. ما استحملتش خالد، وقعت بيه، الرجل بتاعتها في رجل كده اتكسرت، فاحنا بقى نشوف هتتصلح ولا لا. طبعا اللي هيقول لي ام خالد بقى ايه اعملي بالمكنسه الكهرباء اسهل لك وبتاع، انا عايزه اقول لكم بحب بجد الكنسل يدوي دوت، برتاح فيه. ما بحس ان المكنسه الكهرباء لا، يعني مش اخده عليها الصراحه، بحب اكنس كده بايدي كده عشان اتاكد كده ان الدنيا نظيفه وزي الفل. المهم بقى كده اديت بقى ايه، زي ما انتم شفتوا كده اديتها برضو كنسه كده للصاله كده، كانت محتاجه كنسه، وطلعت التراب
وطبعا بقى ايه بقيت الم التراب كده على جنب عشان ما يبهدليش الدنيا واخد من تحت الكراسي. وزي ما قلت لكم بقى ايه الشقه كانت بجد تضرب تقلب زريبه، فاللي هو بحاول على قد ما اقدر بقى ان انا ايه، لا عايزه اخليها بقى بصوا على سنجة 10. طبعا السجاد كده كده هغسله ان شاء الله، محتاج ان هو يتغسل، بس قلت بقى ايه قبل العيد الكبير ان شاء الله بقى انزله المغسله يتغسل. شلت بقى كراسي السفره، وعايزه اقول لكم السفره دي بتخليني ان انا اسمع منكم كلام زي الزفت. انت يا انت حاطه الكراسي كده ليه؟ الكراسي شكلها وحش كده. عايزه اقول لكم اصلا ان انا اما جيت اتجوزت ما كنتش بفهم قوي في النت، وان انا اقعد بقى على النت، وما كانش ليا برضو صحابي بقى يقعدوا يقولوا لي ده اللي نازل موضه وده اللي مش نازل موضه. وعايزه اقول لكم انا اما جيت نقيت آه العفش بتاعي وكده لما جيت اتجوز، ما كانش يعني ايه، ما كانش من النوع اللي انا يعني ليا طلبات، اللي هو برضو ما كنتش لسه عقلي يعني ايه، مش زي دلوقتي كده اللي هو بقى ايه، كبرت بقى وفهمت مثلا، وبقى ليا ذوق وبقى ليا كنت لسه صغيره، كان عندي 19 سنه، فما كنتش عارفه اي حاجه. فايه رايك في ده يا دعاء؟ يا دعاء الله جميل يا ماما تحفه. ايه رايك في ده؟ الله يا حماتي جميل تحفه. ايه رايك في الله يا حماية؟ الله يا بابا. لمين لمين، شمال شمال، ولا كان ليا راي في اي حاجه. انا بتكلم معاكم بصراحه. فعايزه اقول لكم لو هتلاحظوا الشقه اصلا كلها على بعضها كده عك عك. يعني انا اللي عملته في الشقه جديد جددته في شقتي من يوم ما اتجوزت، الركنه واوضه الاطفال، والاتنين دول اكتر حاجتين انا بجد راضيه عنهم. ولا راضيه عن السفره. ليه بقى؟ لان المفروض انا السفره عندي مودرن يبقى الصالون مودرن، انا عندي الصالون كلاسيك والسفره مودرن، الاتنين عكس بعض. ازاي انا زي ما قلت لكم انا صريحه معاكم، ما كنتش بنقي حاجة، وما كنتش بختار حاجة، وما كنتش فاهمة أي حاجة في أي حاجة. يعني دلوقتي الحمد لله الواحد برضو إيه بقى بيقعد على النت كتير، بقى يعني الواحد برضو إيه فاهم الدنيا شوية، يعني كده عقلي كده إيه اتفتح شوية. بس طبعا الخيرة فيما اختارها الله. طبعا بقى الغسالة زي ما انتم شفتوا كده اشتغلت، اتأكدت بقى ان الربس كده اشتغل فيها وداب. فقمت جايه بقى نازله على طول بالكسوه بتاعتي، ودخلت على البوتاجاز على طول. ورق البوتاجاز ده ما اتشالش من العيد الصغير، من قبل العيد الصغير كمان، من نص رمضان ما اتشالش، كنت على طول بغسله. قلت بقى خلاص كفايه كده، وقمت جايه بقى ايه اديت البوتاجاز كده تصبينه، وقمت جايه مسحاه. وبعد ما اديته تصبينه ومسحته زي ما انتم شايفين كده، وهاجي بقى اركب الورق بتاعي الجديد، اديته بقى مسحه. طبعا انا اوضه الاطفال عندي برضو زي ما قلت لكم كنت اخده فيها قفا ابن لذينه، الخشب بتاعها بجد سيء جدا جدا جدا. وكذلك الامر كانت اوضه المعيشه عندي برضو كانت وحشه قوي قوي قوي. فعايزه اقول لكم بقى ايه، انا قلت بقى ان شاء الله ان شاء الله شويه كده، والواحد برضو على قد ما يقدر كده ان شاء الله بدون مقاطعه يا اغير بقى. وطبعا برضو اوضه النوم عندي رايحه في داهيه، بس انا بقول مش مهم لحد مثلا لما العيال تكبر، بحيث بقى ايه تبقى تجديدة كده ان شاء الله محترمة بقى. بس المهم بقى صبنت البوتاجاز الصراحة كتر ألف خيره، كان محتاج بجد التصبينة دي. اديته بقى تصبينة، وطبعا جبت ورق بوتاجاز جديد وهركبه دلوقتي. انا ما بشيلش الورق ابدا مهما كان متوسخ الا لما اجيب ورق جديد اشيل ده احط ده على طول. الورق ده بجد انا ما اقدرش اعيش من غيره، بيحميلي البوتاجاز ومهما كان. عكس بقى لما البوتاجاز يبقى من غير ورق، لو حمرت شويه بطاطس البوتاجاز يبقى محتاج ان هو يتمسح، ولازم تبقى ايدي فيه على طول لو ورق البوتاجاز دوت مش موجود. فانا عايزه اقول لكم بقى بحاول ان انا على قد ما اقدر كده ما اشيلش الورق مهما كان متوسخ الا لما اجيب ورق تاني. طبعا بقى زي ما انتم شفتوا كده امسح هنا كنت برد على الموبايل، امسح البوتاجاز واغسل الخرقه، امسح البوتاجاز واغسل الخرقه، لان الخرقه بيبقى فيها صابون. طبعا فرق شاسع. جبت بقى الورق اهو، وعايزه اقول لكم الورق ده اتخميت فيه لان ما لقيتش من الورق التاني اللي انا متعوده عليه، نوعه مش حلو قوي مش احسن حاجه. بس قلت مش مهم، انا خلاص اشتريته اركبه وخلاص، وهو ياخد وقته ومش مهم. بس ملهوش روح زي الورق التاني. الورق التاني الصراحه بيقعد على البوتاجاز شهر واصبنه وبتاع ويبقى كاني لسه جايباه. الورق ده يعني خفيف شويه مش تقيل، فقلت مش مهم اسبوع كده ولا حاجه، واقوم جايه شايلاه. عشان الراجل قال لي ايه الورق التاني هيجي بكره، وانا الصراحه البوتاجاز ما كنتش هقدر ان انا اسيبه اكتر من كده، فقلت لا حلو كده. وعايزه اقول لكم كمان ان ماما عندي قاعده لها كده يومين، فانا بقى كمان مستغليه بقى ان هي عندي سايبه بقى معاها ريان، فاللي هو فرصه بتتكرر كل سنه مره لما ماما تجيلي البيت. ماما مش متعوده ان هي تجيلي البيت على طول وباستمراريه بكده، يعني ماما من النوع اللي هي يعني ايه
ما بتزورنيش باستمراريه قوي، مبتبقاش عندي في البيت على طول، الا لما لازم بقى اقعد ازن عليها، لان المشوار ما بيني وما بينها بعيد. انا بروح لها ياما، لكن هي يعني مثلا كل مثلا شهر مره تيجي يومين تقعد عندي، وساعات ما تباتش، ممكن تيجي وتمشي في نفس اليوم. المهم بقى ارخم حاجه بحب يعني يعني ارخم حاجه بجد بكرهها الوقت اللي انا بركب فيه ورق البوتاجاز، وافضل بقى ايه اتاكد ان العيون بتاعه البوتاجاز شغاله ولا لا. بجد ارخم حاجه بكرهها. المهم الحمد لله ركبت، وهبتدي بقى ان انا ايه اقص الزيادات، لان الزيادات دي الورق ده بيبقى خشن بيعور الايد، فلازم اقص الزيادات بتاعته، ما ينفعش ان انا اسيبها. قعدت بقى زي ما انتم شايفين، طبعا لازم اتعور التعويره بتاعه تغيير ورق البوتاجاز كل مره، لازم خربوشين 3 كده في ايدي لازم. هنا بقى كنت بجرب العين عشان لو العين مش متركبه كويس اظبطها يعني وكده. الحمد لله بقى كده خلصت زي ما انتم شفتوا، العيون الحمد لله اشتغلت. لازم اكد على العيون كلها. عندي عين طبعا مسدوده عايزه ان هي تتسلك، فقلت بقى ان شاء الله كده ايه على رواقه كده ابقى اسلكها. انا الصراحه عايزه انجز نفسي عشان ريان لو صحى ولا حاجه ما يقعدش مع ماما وقت طويل ويقرفها. المهم انا بقى كنت جربت العين عين زي ما انتم ما شايفين. اهم حاجه الضمير يا جماعه، عشان ماما لو جت شغلت البوتاجاز ولقيت عين مش شغاله، ماما خلقها ضيقه تقعد تقول لي تعالي شغليها لي وبتاع. فقلت لا انا ايه اقصر الشر واظبط نفسي كده ايه واعمل لها العيون كده عشان ما تتكلمش. المهم بقى عايزه اقول لكم كمان الجو حر، وانا بقى زي ما انتم مش شايفين بروق البيت عامله شبه النحله، حرانه ميته مش قادره. المهم جيت بقى للجنب بتاع التوابل. طبعا بقى انا عايزه اقول لكم محتاجه برضو ان انا اجيب طقم توابل، بس انا زي ما قلت لكم انا عايزه تغيير بجد في الشقه كلها، بجد عايزه تغيير في الشقه كلها. بس انا ما بيشغلنيش الشكليات دي، بقول دي شكليات برضو في يعني شكليات، اقول برضو ايه العيال لسه صغيره برضو، يعني ياخدوا زهوتهم كده في العفش دوت، ياخدوا بقى زهوتهم، والعفش كده يتساب كده برضو يعني ايه يتهلك على قد ما يقدر، بحيث ان انا ان شاء الله ان شاء الله لما اغير الشقه كلها واغير العفش واظبط الدنيا كده ان شاء الله فيما بعد يبقى العيال خلاص بقى كبروا ويعرفوا يحافظوا لي بقى على الحاجه وكده. المهم بقى هنا انا كنت خلاص بشطب المطبخ، وطبعا كان الحوض بتاعي محتاج بجد التظبينه دي، لان انا كنت بصبنه بس ما كانش عندي سلك، فاهملت فيه شويه برضو فكان مطفي. فلا بقى قلت بقى امسك البريل بقى وبالسلكة المواعين كده من غير ليفه، واديته دعكه تحسوا كده ان بصوا نور رجع تاني جديد. قعدت بقى ادعك ادعك زي ما انتم شايفين كده، تحسوا بصوا رجع جديد تاني. اديته بقى دعكه محترمه، وبعد كده بقى قمت جايه بقى ماسكه برضو ايه الحنفيه، وماسكه بقى الحنفيه برضو بتاعه الفلتر كده اديتها دعكه، وقمت جايه مصبينه كده حوالين البوتاجاز كده، اديته بقى ايه تصبينه كده محترمه كده. لا مؤاخذه معلش نسيت تصبينه نواحي الحوض. احنا خلصنا خلاص ناحيه البوتاجاز، وصبنا الفرن بتاعنا ولمعنا الرخام، نبتدي بقى ان احنا ايه المنطقه بتاعه الحوض دي بالمره. طبعا بقى غسلت برضو البتاع اللي انا بنشف عليها المواعين بعد الغدا كده، اول ما النور ما جه قمت جايه بقى مشغله عليها كده الغساله. وبس كده اكون خلصت معاكم وشطبت بقى المطبخ واديته بقى كده مسحه عشان ما يبقاش فيه ميه كده ولا حاجه تقع على الارض. وبس كده اكون خلصت على قد ما اقدر. راحه نفسيه والله العظيم يا جماعه بجد، راحه نفسيه ان الواحد بقى كده ايه يخلص بقى المطبخ والبوتاجاز بتاعه يبقى نظيف، والحوض برضو كمان يبقى بيلمع كده، والمطبخ ما فيهوش مواعين. مش عايزه اقول لكم بجد لما بروق الشقه كده وما يبقاش ورايا مواعين ولا بيبقى ورايا اي حاجه، انا ببقى مبسوطه ازاي وببقى فرحانه ازاي ان كل حاجه كده في مكانها، والدنيا كده بتبقى هاديه كده ومترتبه. بجد والله العظيم احساس حلو قوي قوي قوي، مش عايزه اقول لكم ببقى مبسوطه ازاي. وبس كده حبايب قلبنا كده شطبت معاكم المطبخ وخلصت معاكم فيديو النهارده. عايزاكم بقى تستنوني في فيديو جديد، وبحبكم قوي. باي باي.